أهلين معكم حول العالم. جبت لكم وصفة سلطة العدس، سلطة سمحة ونزيكة زي بتاع الحمص بالضبط. أول حاجة ناخد كوبين عدس أصفر نسلقهم مع كوب مية لعن يقعد بالشكل هذا طيب يعني وهابس. خلاص ناخد 6 بيض محضر الطعام ونحط فيها المقدار العدس اللي طاب، بس يكون برد أحسن. ونحط معاه فصين ثوم ونص كوب طحينة، كأننا نديره في سلطة حمص، بس بدل الحمص اللي طاب نحن حاطينه عدس أصفر. حطوا لها ملح طبعا، وما فيش غنى طبعا عن الليم، لازم حطوا ليمون، وطبعا الكمون عشان النفخة وعشان الطعم. ممكن حتى تسلقوا العدس مع شوية كمون. خلاص هيك عبارة عن ان نسكر الآلة متاعي. انا ديما ما نستغناش عن قرنية محضرة الطعام، ديما موجودة عندي في الحوش ونحضر بيها في كل حاجة. نسحن السلطة متاعي كويس بكل لعن ما ايش كل المكونات تنخلط مع بعضها وتقعد ناعمة. تشوفوها سايحة توا هي مازالت تتماسك، يعني لما تخش الثلاجة حتى قديش زي ما انتم شايفين قوامها يغلظ. فهيك بعد ما حطيتها في الثلاجة أنا تماسكت، خلاص هيك جاهزة. عبارة عن نقدمها في صحن التقديم زي ما نقدموا سلطة الحمص، بجد لذيذة جدا جدا جدا. جربوها، لذيذة مع المشاوي. مش حتحسوا إن هو عدس أو هيك، بالعكس طعمه حلوة جدا جدا جدا. خلاص عبارة عن قدمتها في صحن التقديم. حنحط معاها أنا قلت شوية صنوبر، هذا للزيادة يعني. حطيتها في شوية زيت زيتون، وحطيت بصل مخلل برضو للزينة، بس حلو في الأكل يعني، ممكن تقرضوه صغير صغير. وزينت هيك بشوية شبت. هذين كلهم عبارة عن حركات شوية جارنش عشان يقعد شكل الطبق حلو. وصحتين وعافية، جربوها، تابعوني في مزيد من الوصفات وبإذن الله حتعجبكم لو جربتوها أكيد. وصحتين وعافية. ورشيت عليها شوية فلفل فليكس، هذا حار يعطي طعمه ويعطي شكل حلو للسلطة. وإلى اللقاء.